السلام عليكم حبايبي. اليوم راح اقدم لكم طريقة عندي هنا فخذ لحم راح اشويه بالفرن ويا الخضروات وبعدين اطبقه على التمن، يعني نقدر نقول كبسة او مدفون اللحم بالرز. نتوكل على المواد. اول شيء عندي هنا فخذ خروف وزن كيلوين، طبعا ثقبته بهذا الشكل. حاول خلي بيه فتحات. بهذا الشكل. نجي باقي المواد. عندي الخضروات اللي راح اضيفها بالفرن ويا اللحم. عندي هنا بوتيتا، وعندي هنا بصل، وهنا عندي نومي، وهنا عندي فصين ثوم، وورق غار، وفلفل بارد. وهنا عندي دهن حر او سمنه بلدي، وهنا عندي الملح. هاي المواد اللي راح اضيفها للحم. طبعا الدهن الحر اختياري، ممكن تستعملون زيت او دهن عادي. نجي على باقي المواد اللي تخص الرز. هنا عندي الوان غذائيه، وهنا عندي البهارات هيل مطحون وكمون مطحون وحبات من القرنفل، وهنا عندي عودين دارسين. اول شيء نضيف السمنه البلدي او الدهن الحر على اللحم. بعدها نضيف الملح. بعد ما ملحنا اللحم راح نضيف الخضروات. طبعا المواد الخضروات حسب الرغبة، ممكن تضيفون طماطة او تلغون الثوم، كل من وحسب رغبته. بعدها نضيف الفخذ بهذا الشكل فوق الخضروات، ونضيف نص كوب مي على مود البخار. بعد ما انتهينا نضيف اول شيء ورق الزبدة، نضيف سيليكون، وبعدها نسحبه بهذا الشكل حتى يكون التغليف مضبوط 100%. هسه نتحول للفرن. طبعا الفرن مشغله درجة 200، مشغل نار الاسفل فقط. مثل ما تشوفون اخواني، الصحن ضفته وسط الفرن مسافة تقريبا 10 سنتيم من الارضية، درجة حرارة 200، وبعدها نعطيكم الوقت بالضبط. نجي على طريقة الرز. طبعا الرز سلق يعني البزل. راح اضيف ويا المي عودين دارسين وحبات من القرنفل، وانتظره لحد ما يفور، واضيف ملح. بعد ما فار المي عندنا نجي نضيف الرز. ونتركه لحد ما ينطبخ عندنا الرز ونصفيه. طبعا هنا عندنا الوقت بعد ساعتين ونص بالضبط. كشفه. بسم الله. راح يطلع عندنا بهذا الشكل. هنا ايش راح اسوي؟ السوائل والدهن اللي نزل من اللحم سحبته، وراح اديره مره ثانيه فوق اللحم، وراح ارجعه للفرن بس شويه يتحمر واسحبه. هنا عندنا بعد 10 دقائق ورا ما تحمر شويه اللحم عندنا. هسه ايش راح اسوي؟ احول اللحم والخضروات بصحن ثاني، العفو بقدر ثاني، حتى اطبق التمن عليه. اول شيء نضيف الخضروات على الوجه. بعد ما ضفنا طبقة الخضروات نضيف اللحم. طبعا اخلي الوجه اللي محمر عندي اخليه بالوجه اقلبه بهذا الشكل، ونرجع نضيف السوائل مال اللحم. نرجع على الرز اللي سلقناه، نضيف اول طبقة، نساوي اول طبقة من الجوانب،
نرجع نضيف هاي اللونين الغذائي. نضيف اللونين على أول طبقة، وبعدها راح أضيف الكمون المطحون والهيل المطحون رشة خفيفة. طبعا هاي البهارات راح تندفن ببطن الرز، تعطيكم نكهة أطيب بعد. نرجع نضيف طبقة ثانية للرز، وبعدها آخر طبقة للرز أرجع أضيف الكمون والهيل، وأرجع أضيف اللونين. هنا عندي زيت وبصل ناعم. طبعا هذا البصل ورا ما يشقر عندي افرقعه فوق التمن. بعدها نفرقع الزيت والبصل. طبعا انا ضفت الزيت لان الجو بارد، لان انا ضفت للحم دهن حر، وضفت للرز زيت في سبيل ما يشحم عندي او ما يجمد عندي. هسه شو نسوي؟ نغلفه مره ثانيه وننتظر الطبخه لحد ما يتهدر التمن عندنا. طبعا بعد ما تهدر التمن عندنا نتوكل نقول بسم الله. طبعا هسه نضيفه بصحن ثاني. الرز راح يصير عندنا تقريبا 3 الوان. نجيب هذا الصحن نقول بسم الله. هاي الالوان اللي ضفتها. هنا عندنا صلصة المعبوج جاته بهاي الشكل. طبعا هاي الصلصة ان شاء الله نزل طريقتها تفيد للمندي وللكبسات. هاي صلصة حارة وسط. وهنا هذا الطرشي بالثوم والزيتون. مثل ما شفتوا اخواني طريقة، وان شاء الله تعجبكم، جربوها، وتحياتي للجميع والف عافية.